أنت الأول والآخر والكل يا الله. أي عطاء هذا الذي يجاوز بعضا من عطائك. الله لا ينتظر منك شكرا حينما يسبغ عليك فضلا من أفضاله وسط كربك وضيقك، لكنك حين ترفع يديك إلى السماء وأنت موفور الصحة ميسور الحال هادئ الفؤاد، ستجده لن يتخلى عنك أبدا حتى يتحقق لك النصر. عندما رأينا الأرض لأول مرة ونحن في رحلة الصعود إلى القمر، كانت وكأنها كرة معلقة في الفضاء، ثم أخذ حجمها يصغر شيئا فشيئا حتى أصبحت في حجم الزيتونة. إن هذا المنظر يؤثر في الإنسان تأثيرا عظيما، إذ فيه يعرف الإنسان أنه ليس إلا ذرة، مجرد ذرة تسير في الكون. تقول الأسطورة الهندية القديمة إن الخالق أودع في حواء استعارة القمر وعمق البحر، تدافع الأمواج، لمعان النجوم وشعاع النور وقطرات الندى وتقلب الريح، عطر الورود ورقة النسيم ونضارة الذهب وقسوة الماسة ونغمة الحمامة. فهي عطاء بلا حدود. المرأة، الأم والأخت والحبيبة والصديقة والزوجة تغنى بها الشعراء وكتب عنها الأدباء والمفكرون وتناولها بالدراسة علماء النفس والمحللون. فهي من الرجل ومنها يعيش. خلدها الفراعنة في أثارهم وداخل معابدهم، في النقوش والتماثيل وفي البرديات بين سطور الأدب والشعر والأغاني. ليس هناك أجمل ولا أعظم الرجل من أن يعيش وبجانبه رفيقة تلازمه في الليل والنهار، في الإقامة والسفر، في الصحة والمرض. إنها العطاء والأمومة الأبدية الكائنة في كل امرأة وفي أمي. يا أمي، أرسل لك إهداء عليه طابع دار البقاء، وأرسم عن المظروف وردة وقلبا يفيض منه الوفاء، فقبل التقدير وعرفان بالجميل لأمي ولكل أم. والآن مع كلمة الشباب يلقيها السيد ممثل الشباب أستاذ مصطفى ياسين. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. معالي السيد الوزير محافظ القاهرة رئيس مجلس الإدارة، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السيدات الفضليات، إنه جد شرف عظيم أن نتواجد وسط هذا الحشد من رواد العمل التطوعي الإنساني. كما يسعدني نيابة عن شباب فرع القاهرة وبالأصالة عن نفسي أن أتوجه لسيادتكم في هذا الحفل المتواضع في فقراته العظيم بحضوركم للاحتفال بعيد الأمة التي كرمها الله في جميع الأديان وأنزل المعجزات من أجل تضرعها له عز وجل. حقا ألم يتفجر بئر زمزم في واد لا زرع فيه ولا ماء من أجل دعاء السيدة هاجر؟ ألم يحمي الله كليمه موسى من بطش فرعون من أجل دعاء أمه؟ ومريم البتول التي رحلت من بلاد المغرب إلى مصر، والسيدة حليمة السعدية والسيدة آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يتوفى زوجها قبل أن تلد خير الأنام؟ والسيدة حليمة السعدية التي أرضعت وأقنعت أمه أن تتركه لها بعد الفطام حتى يتربى في البادية بعيدا عن ضوضاء مكة ووبائها. إذا سردنا فلن نستطيع أن نحصي تضحيات المرأة على مر العصور، سواء كانت أم أو أخت أو ابنة أو زوجة. السيد الدكتور محافظ القاهرة رئيس مجلس الإدارة، السيد الأستاذ الدكتور علي صادق نائب رئيس مجلس الإدارة، السيدات الفضليات، السادة الحضور، شكرا لكم. شكرا لكم من قلوب جميع شباب فرع القاهرة. إنه حقا شرف عظيم أن تتيحوا لنا فرصة الاحتفال بكم. السيد الوزير رئيس مجلس الإدارة، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم نيابة عن الشباب بأسمى معاني الشكر والعرفان على دعم سيادتكم المستمر لقطاع الشباب، واعدين سيادتكم ألا ندخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف الجمعية ومواجهة جميع التحديات
وأخيرا وليس آخرا بصوت جميع الشباب نقول: صامدون في وجه التحديات، قادرون على العطاء، مؤمنون برسالتنا الإنسانية. إلى ست الحبايب، إلى كل أم، كل سنة وأنت طيبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن مع فقرة فنية على الإيجيل أغنية ست الحبايب بأداء شباب فرع القاهرة، يقدمها لكم هشام قمر، أحمد مصطفى، وسامي الدين مصطفى.